يا وسهلا بيكم. ايه الاخبار حبايبي تالتة ثانوي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده جايين نحل مع بعض النماذج الاستشهاديه بتاعه الوزاره اللي نزلت عشان نتدرب مع بعض على حل. مش بس كده، كمان هنسيب لك بي دي اف ديسكريبشن تقدر تحمله. البي دي اف ده فيه كل الكلمات بتاعه النموذج اللي هنحله مع بعض. يعني النموذج هناخده هنفصصه ونقعد نحل مع بعض نتدرب مع بعضينا. وغير كده بعد ما تحل انت حضرتك معاك بي دي اف شيت كده تتفرج عليه تقراه، في كل الكلمات المختلفه او الجديده او الصعبه في الامتحان كله، بحيث تبقى انت كسبت دنيا واخره زي ما بيقولوا، كسبت حل وشفت كمان الكلمات كلها ملخص بدل ما تقعد تعلم بايدك. فيلا بينا. ما تنساش بقى لو انت مش مشترك في الشانل تعمل لي سبسكرايب في الشانل وتشير الفيديو ده لكل اصحابك اللي في ثالثه ثانوي عشان كله يحل الامتحانات الاسترشاديه قبل ما ندخل. يلا بينا نحل الامتحان. وفي البدايه يا صديقي كده تعال نبص مع بعض على اول حاجه اسئله التشوز. اللون ده خلينا في الازرق. اوكي تعالى كده احاول احل الاسئله بعقليه اللي هو انا مش عارف. يعني مثلا during ده انا مش عارف كلمه يعني ايه، فخلاص ماشي. during ده حاجه. جيمس lost his job. جيمس يعني خسر وظيفته. انا دلوقتي بحل بكانك انت في الامتحان الكلمات اللي انا مش عارفها احط تحتها خط. يعني كنت بعمل كده في ثانويه عامه وانا بمتحن ثانويه عامه، فانا دلوقتي حطيت خط تحت. تعالى كده يلا بينا اهو. انا مش عارف الكلمه دي ماشي. جيمس lost حاجه، خسر وظيفته. even though يعني حتى بالرغم من هو كان حاجه. he was not، هو كان نقط worker. طيب سيبك ده، هو خسر وظيفته عشان هو كان حاجه worker. كان ايه؟ كان ايه يا ربي؟ اقعد فكر كده معايا واحده واحده. كان defective؟ لا مش defective زي عكس effective كده. impatient كان غير صبور، وارد. بس اقول لك هو خسر وظيفته بالرغم من انه كان صبور؟ لا، المفروض بالرغم من انه كان حاجه وحشه، بالرغم من انه كان حاجه لا تطاق، فمش impatient. incooperative، فكر معايا كده واحده واحده. هتقول لي يا مستر لا الكلمه دي معناها ان هو غير متعاون. طيب تعال نبص. conscientious هتبقى هي الاجابه. conscientious يعني ايه اصلا conscientious بقى؟ يعني ضميري. راجل عنده ضمير، واحد عنده ضمير. طيب واحده واحده. تعال نشوف السؤال التاني. work until 10 p.m. wasn't a problem. العمل لحد 10 هو مش مشكلة. I not late. I did it in my last job. دي ليها علاقة ب used to، فهتبقى used to finish لأن هي كانت ماضي. هي بيقولك I did، فكان من ماضي، أنا كنت بعمل ده زمان. طيب before space glass bottles are thoroughly washed and the labels are removed. انت مش فاهم حاجة من الكلام ولا يهمك، اعرف لي حاجة بس. هو هنا عايز يعرف من المجهوله مش من... يعني انا هنا هقول before recycling، هي is recycling، ما فيش حاجه اسمها is recycles بس. لا، فهتبقى يا ايه يا بي يا ايه يا سي. حاطين ايدينا على مربط الفرس. تعال بقى يا صديقي بص كده. glass bottles are كذا، ده مبني للمجهول. برافو، مبني للمجهول. خلاص انا عايز حاجه مبني للمجهول برضو. being recycled لان الفاعل واحد، فهنا هيبقى مبني للمجهول هنا، مبني للمجهول هنا. تاني، لو انا عندي before و after لما يجي بعدها ing لازم الفاعل اللي بعدها، الفاعل اللي في الجمله هنا، يعني الجلاس بوتلز دي هو الفاعل بتاع الجملتين. يعني قبل ما نعمل اعاده تدوير البوتلز هي كذا 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 كذا، فهو هنا بيقول لك الفاعل اتعمل فيه، يبقى الفاعل الاولاني برضو اتعمل فيه before being recycled، مش before recycling خالص. لو قلت before recycling يعني قبل اعاده تدوير عمل كذا كذا كذا، فكده احنا عملنا اعاده تدوير دي يعني خدنا فاعل تاني قبل اعاده تدوير، يعني قبل ما حد يعمل اعاده تدوير الجلاس حصل فيها كذا كذا كذا، فهنا بقى عندنا حد بيعمل اعاده تدوير والبوتلز بيحصل فيها حاجه، فبقى عندنا تو سبجكتس، بقى عندنا اتنين فاعل، فمش تنفع خالص، فتبقى being recycled زي الفل. which type of newspaper often features sensual headlines و dramatic وحاجات كده، فتبقى tabloid. he was accused of the crime زي ان هو اتهم في الحاجه دي. يعني choose the synonym. السينونيم بتاعت دي هتبقى charged with، يعني اتهم بحاجه او اتهموه بحاجه او رفعت لي التهمه. يعني what term
describes a state of emotional. إيه اللي بيوصف الحاجة بتاعت الemotional وphysical وmental exhausting أو exhaustion، التعب النفسي والعاطفي وكده. ايه اللي بيوصف ده؟ هو البيرن اوت. لما يحصل لك بيرن اوت انت خلاص نفسيا وعاطفيا وعقليا انت مت خلاص، انت بتبيرن اوت، بتموت. طبعا مش بتموت بالمعنى الحرفي يعني. Does Jimmy take after his father؟ خلي بالك بقى take after دي اسمها take، دي اسمها take after مش look after، مش يعتني. take after يعني يشبه ابوه. بيقول لك هل جيمس بيشبه باباه؟ فبيقول لك اللي بتدي the same meaning في take after هتبقى ايه؟ walk behind يمشي بخلف، اكيد لا طبعا. help لا. fight with you يعني fight with لا برضو. في اختيار تاني، خلينا نجيب الصفحة التانية كده، في اختيار فوق resemble يعني بيشبه بابو. ابو ايه بابو دي؟ اوكي. what is the primary purpose of the introduction in the essay؟ ايه اللي بيدي ايه اللي بيوصف الانترودكشن في الإيساي، او ايه الحاجة اللي متعلقة بالانترودكشن في الإيساي؟ السمرايز هي مش بيلخص خالص، بس بيبريزنت the main idea او argument، الصراع الاساسي او الفكرة الرئيسية او الحاجة اللي هنتكلم عليها بيحطها بيقدمها في المقدمة. The space is used to indicate the end of sentence. اللي بيبقى في نهاية الكلام الجملة العادية هي الفول ستوب اللي بتختم الجملة. Many students gain practical experience and valuable skills through note. في experience و skills من خلال ايه؟ وهم لسه بيدرسوا، فانت بتنزل internship، تنزل تدريب، انت ما فيش اي حاجه من دول اصلا. بندمك اللي هي الجائحه ما فيش الكلام ده. life changing انا بنزل تغيير حياه. لما بقى في الكليه بنزل تغيير حياه عشان اخد سكيلز، مش مستحيل، مش حاجه اسمها كده. بالنسبه للسؤال رقم 11 بقى عشان نخش على القطعه، بيقول لك the global space has dramatically altered the way we work, forcing companies to adapt the new technologies and remote environment. انت مش فاهم حاجه. تعال بقى نفكر بعقليه الطالب المتخلف اللي مش بيفهم حاجه اللي حاسس الانجليزي ده طلاسم. يعني انت بالنسبه لك دلوقتي الانجليزي ده تعويذ، فاحنا عايزين نفك التعويذه. ايه التعويذه اللي قدامنا دي؟ بص يا صديقي، التعويذه بتتفك بثلاث حاجات. تحدد انت فاهم ايه من الجمله حتى لو كان طشاش، حتى لو فاهم ام احمد. تاني حاجه تحذف لو عرفت تحذف، ما عرفتش خلاص. تالت حاجه السنس. احنا برضه بنحل ازمه، ما انا مش جاي اكلمك واقعد احكي لك قصص عظيمه عن الانجليزي وذاكر هتنجح ومش عارف ايه وغش تجيب مجموعه الحاجات دي. لا، هو الانجليش في جزء سنسيتيف قوي. يعني انتوا بتبقوا سنس كده بيجيب معاكم قوي، مش عارف ازاي. يعني انا ما كانش بيجي معايا السنس خالص. انا السنس ده وقف معايا لحد ابتدائي، بعدها ما بقتش اجي اخد الانجليزي بالسنس، ولكن ممكن اخده بالسنس. بيتاخد بالسنس عادي جدا، دي لغه يا ابويا عادي جدا. تعال نبص السنس هيعمل ايه. The global has dramatically alert. انت مش فاهم حاجه. ايه ده؟ هقول لك. مش ده ليها علاقه بالعالم؟ جلوبال كده، وانفايرمنت وتكنولوجي وحاجات كده. بذمتك الانترنشيب اللي احنا لسه مختارينها فوق هتاثر حاجه في الجلوبال؟ لا، خلاص راحت. الكلمه اللي احنا مش عارفينها دي هتاثر حاجه؟ لا برضه. تقول لي يا مستر ما ممكن استنى نشوف، يمكن انت فعلا صح، معاك حق. امسح من عليها يا ابوي، امسح يلا. لايف تشينجينج اكيد لا. طب ايه اللي له علاقه بالفورس والورك جلوبال عالمي؟ مش دي جائحه؟ اختارها يلا بس. شفت الحل بسيط. انت ما عرفتش السؤال، انت مش عارف تترجم، او انت ما تسيبش السؤال يحسسك ان الموضوع كبير. لا عادي خالص ولا اي حاجه. جلوبال بانديميك، الجائحه اثرت بشكل درامي وبشكل على الورك والشغل وبتاع والكومبانيز، الحاجات اللي بتعملها للشركات ومش عارف ايه، والتكنولوجيا والريموت انفايرمنت. الريموت اللي هي الحاجات زي الاونلاين مثلا وكده، فاختارها بانديميك. بس موضوع بسيط وسيمبل. خلصنا الفوكابس او خلصنا ال 11 واحده تشوز، لسه في تشوز تاني تحت. بس تعالى دلوقتي ناخد الباسج دي نقراها مع بعض عشان الباسج دي حلوه. خلي بالك الباسج دي حلوه قوي. الباسج اللي جايه متخلفه بجد، وحشه قوي، فيها شويه كلمات مجعلظه يعني، لا اتمنى لها اذى اعدائي. تعال نشوف الباسج بتقول ايه. بيقول لك you don't need to look back 20 years to realize
tremendous development in science and technology. يعني انت مش محتاج ترجع 20 سنة، مش محتاج نرجع يعني 20 سنة عشان ندرك الطفرة اللي حصلت في التكنولوجي دي والحاجات المتقدمة اللي في الساينس والتكنولوجي. And how these advanced أنا هنا and how these advances are changing the lifestyle of millions of people all over the world. وازاي الحاجات دي غيرت حياة الناس، يعني غيرت حياة او طبيعة الحياة بتاعت millions of people. Although بالرغم من the television and video were there in those days, no one had heard then of those wonderful remote control units that turn the equipment on and off, helping us choose our environment with last physical effort. الكلام ده كله بيقول لك برغم ان التلفزيون كان موجود قبل كده اوريدي في الايام دي، الايام القديمه يعني، بس no one had heard that of this wonderful remote control. يعني محدش سمع العجائب اللي بيعملها الريموت كنترول، ان هو يقدر يفتح ويقفل حاجات تانية واحنا قاعدين في حاجات زي اللي هي لا at least sorry the least physical effort. طيب there are many other effects. يوجد ايضا افكتات ايه، يوجد ايضا تاثيرات اخرى للتكنولوجيا، مثلا made our life comfortable. دي بالمناسبه اسمها comfortable، هي مش درس conversation او مش درس speaking، ولكن نعرف انت صح. you no longer worry about washing dishes. يعني انت بعد كده no longer worry about washing dishes. انت بعد كده مش هتلاقي مشكله او بتقلق انك تغسل الاطباق. ليه يا معلم مش هقلق اغسل الاطباق، مش هقلق على غسيل الاطباق؟ عشان ديش واشنج الآلة ديش واشنج ماشين، آلة غسل الأطباق موجودة، كان take care of that. وهنا ذكر آلة غسل الأطباق، خلي بالك منها. If you want a hot meal, you just pop your favorite food into the microwave and it is ready in the minutes. حاجة طبعا أخدت على it يبقى عايد على حاجة، هو عايد عليه عايد الأكل. it عايد على الأكل، الفود. بيقول لك انت برضو مش تحتاج تقلق على الاكل، انت تحط الاكل بتاعك في الميكرويف، الميكرويف هيطلعه سخن وجاهز ليك. if you wanna send an urgent message, just write it down and send it through your fax machine and it arrives on the other side of the world in seconds. لو انت عايز تبعت رسالة او مسج urgent message، رسالة ضرورية يعني urgent، حاجة مستعجلة، اكتبها بس write it down و send it، فتروح لك تاني جزء من العالم وانت قاعد في بيتك مرتاح. This gives people more time to enjoy themselves and it explains the remarkable current progress in the leisure industry. فهنا ده مصطلح جديد ظهر معانا اسمه leisure industry، اللي هي صناعة المتعة والترفيه يعني. فهو بيقول لك ده بيدي وقت للناس ان هي تستمتع بحياتها عامة، تاخد وقت ريلاكس تريح كده. This gave more enjoy themselves and explains remarkable current progress. بيقولك ده بيوضح لينا الخطوة اللي بتخطوها صناعة الترفيه في الحياة يعني. leisure today is a big business. ده business كبير قوي، عرفوا على انه business دلوقتي، الترفيه business. فعلا احنا بنشوف الترفيه ده as a business لما بنشوف الفيسبوك بيعملك ريلز، اي منصه بتحاول تعمل اي حاجه لجذب المشاهد وتخليه يقعد على المنصه دي اطول فتره ممكنه، فده بيخليك بيزنس، ده متعه ليك او ترفيه ليك، هو كسبان، فده بقى بالنسبه له بيزنس، انت بالنسبه له السلعه. just read the advertisement in the newspaper, you just will not believe that the variety, you will find something to fit all incomes and tastes as robot take over. الكلام ده يعني بيقول لك انت بس اقرا بس اعلان في الجورنال، هتلاقي ان انت دماغك بتحاول تجيب عليه وانت مش مصدق كل التنوع اللي احنا بقينا فيه ده، وانت عايز تشتري عايز تعمل حاجات كتير قوي في الموضوع ده. طيب تعال نشوف في كماله ولا the work of people industry as communications across the world become faster. والتواصل مع الناس او مع المجتمع مع العالم عامه بقى faster، بقى اسرع قوي. and while technology continues to create ways of persuading us to work less and enjoy ourselves more. بالرغم من او في الفتره او بينما التكنولوجي بتستمر ان هي تخلينا او تعمل طرق، تنشئ طرق عشان تخلينا احنا
نقضي وقت كبير قوي بنستمتع عامة. So the leisure industry will play a far more important role in the lives of us all. فعشان كده صناعة المتعة أو صناعة الترفيه بتلعب دور كبير جدا في حياتنا، أو will play هتلعب دور كبير قوي في حياتنا بعدين. هو باختصار كده بتتكلم عن التكنولوجيا الحديثة، التكنولوجي the modern technology يعني، وإزاي بتأثر على حياتنا بشكل أو بآخر، سواء دلوقتي أو بعدين، أو هتأثر عامة بعدين. فهنا بيتنبأ بتأثيرها مستقبليا. فالسؤال الأول بيقول which of the following is an example of how technology affect our daily life. ازاي بتأثر على daily life؟ traditional light لا طبعا. manual washing machine لا هي مش manual. لا لاند لاين لا طبعا، هي لاند لاين تليفونز دي بالمناسبة التليفون الأرضي يعني. ريموت كنترول يونتس هي دي ذكرها حتى في أول قطعة خالص. What household appliance mentioned as being influenced by technology to improve convenience. ايه مثال ذكر على الحوار ده؟ فهو ذكر الديش واشنج ماشين، ذكر في القطعة التانية ذكر الديش واشنج ماشين، ما ذكرش سوينج ماشين اصلا، وما ذكرش ده، وما ذكرش التوستر اصلا. طيب due to modern technology بالرجوع الى او بالنسبة لمودرن تكنولوجي the lifestyle of million of people has changed. حلو السؤال ده قوي، ركز معايا. هو اتغير، قالك مش لازم نرجع 20 سنة، يعني في ال20 سنة لأ، in more than أكتر من 20 سنة نرجع لأ، before the last ولا within the last. هو قالك في القطعة، تعال نرجع للقطعة كده، بيقولك you don't need to look back 20 years. مش لازم ترجع 20 سنة، فيبقى هي مش قبل 20 سنة، ده خلال 20 سنة، لأن لو قبل 20 سنة فانت رجعت أكتر من 20 سنة، فلا مستحيل. leisure today is not ever before. هي as more varied اللي هي verify يعني variety قصدي in taste and cost. حلو قوي. the underline it احنا خدناها مع بعض لسه قايلينها، الفود your favorite food. the best title of this text is not. هو اتكلم عن الاندستري سطر واحد، يعني الاندستري حته كده تحت، والبيزنس نفس الكلام. تكنولوجي وليجر ولا ليجر ولايف؟ هو اتكلم عن التكنولوجيا بشكل عام، فهو تكنولوجي وليجر، تكنولوجي اند ليجرز. حلو قوي. تعال نشوف السؤالين دول. what the synonym of recreation؟ دي معناها المتعة أو الاستمتاع، فهتبقى هي دي الانترتينمنت. which word is a synonym for convincing؟ هتبقى دي حاجة زي حاجة نقد، فهي persuading نقدي. دي كانت القطعة الأولى. عايز أقول لك القطعة دي لو أنت شفت فيها أسئلة رخمة، القطعة التانية أرخم بكتير جدا، فأنت يعني مش عارف أقول لك إيه. تعالى تابع معاك كده ونشوف القطعة التانية بتقول إيه. بيقول لك read the following passage then choose the correct answer. تعالى بقى نخش في القطعة الرزلة الباردة دي. بتقول لك دكتور عائشة عبد الرحمن also known by her pen name بنت الشاتي was a renowned Egyptian writer. عرفت كاتبة مصرية و scholar باحثة وفيمينست born in 1913. اتولدت في 1913 in دمياتا اللي هي دمياط، فانت من دمياتا، مش عارف ايه دمياتا، انت من دمياتا، فدمياتا هي دمياط، يعني لو حد من دمياتا بيتفرج علينا انت من دمياتا، يعني مش عارف ايه الاسم ده. Egypt. She made significant contributions to Arabic literature and Islamic studies, breaking societal barriers for women in academia. يعني هي كانت ليها انجازات كتير او اسهامات في المجال الاسلامي والدراسة الاسلامية يعني والتاريخ الادب العربي عامة، وكانت كمان في أكاديمية ليها علاقة بالنساء كانت بتعمل فيها حاجات يعني وكده.
despite facing رغم من facing restrictions despite facing restrictions on her education as a young girl Aisha pursued her studies in secret يعني هي برغم من الصعوبات اللي واجهتها هي كملت تعليمها في السكرتة في تحت السلم يعني ما كانش حد يعرف. Later بعد كده she graduated from Cairo University هي اتخرجت من جامعة القاهرة becoming one of the first women in Egypt to receive a higher education كده تصبح أول ست أو أول woman يعني في مصر بتحصل على تعليم عالي. دكتور عائشة work focused on the Dr. Aisha's work focused on the interpretation of the Quran and the role of women in Islamic history. كان شغلها كله قائم على دراسة في القرآن الكريم وفي التاريخ الإسلامي يعني دور المرأة في التاريخ الإسلامي. She wrote extensively on women's rights within an Islamic framework and criticized the cultural practices that marginalized women. الكلام ده كله بيقول ايه عشان الكلام مجعلظ والكلمات مليانه حاجات غريبه كده. هي بتدرس فكره النساء في الاسلام في نطاق الاسلام وفي نطاق العمل الاسلامي عامه في الثقافه الاسلاميه وغيره وكتبت عنه حاجات. Her most famous works include Women in the Quran and the Wives of the Prophet. ومن عملها بتتضمن أو الفيموس works بتاعتها النساء في القرآن وزوجات النبي wives of the prophet which highlight the lives of influential women in Islamic history. يعني اللي بركز أو عمل highlight على النساء النساء أو حياة الستات في التاريخ الإسلامي. In addition to بالإضافة إلى الأكاديميك work دكتور عائشة was a professor at Cairo University and an advocate for women's education. كانت بروفيسور في جامعة القاهرة وكانت برضو بتحامي على حوار تعليم المرأة. She received numerous awards for her contribution. She received numerous awards for her contributions to literature and social reform before passing away in 1998. يعني خدت بعض الجوائز برضو في حوار المحاضرات بتاعتها والأدب والإسهامات اللي عملتها للمجتمع. فدكتور عائشة عبد الفتاح today دكتور عائشة عبد الرحمن is celebrated as a trailblazer يعني رائدة who paved يعني فرشت الأرض مثلا أو هيأت الطريق أو فرشت الطريق في future generations للأجيال القادمة of women in Arab world الأجيال القادمة من الستات في العالم العربي. قطعة مميلة ب60 نيلة كلماتها تقيلة قوي ومجعلظة كده بس الحمد لله قرناها وعدت. تعال نشوف الأسئلة. بيقولك what was دكتور عائشة عبد الرحمن's pen name اسمها بنت الشاتي. where هي اتولدت فين؟ في دمياط في دمياط. تعال نشوف باقي الأسئلة بعد دمياط. بيقولك what was one of دكتور عائشة عبد الرحمن's primary areas of focus in her work. ركزت على ايه؟ ركزت على Islamic studies. What barrier did دكتور عائشة face during her early education. كانت المشكلة بتاعت التعليم الستات مش ملهاش اي علاقة بالفاينانشال ولا اللانجوج خالص. طيب which of the following is notable work by دكتور عائشة عبد الرحمن. ايه النوتبل ايه الملحوظ الشغل اللي ممكن يبقى هنا. woman in Quran dreams لا ما عملتش حاجة في dreams. Arab spring لا برضو. history of Egypt لا ما عملتش حاجة في تاريخ مصر. فهي women women in the Quran. what role did دكتور عائشة have at Cairo University. ايه الشغل اللي كان في Cairo University. كانت professor. what was one of دكتور عائشة's goals as an advocate of women. كانت بتoppose social ولا women from higher education.
بان لا مش بتبان خالص، مش بتحظر الستات. emphasis ولا promote traditional gender لا، يا بي يا دي. فطبعا اللي اتذكر ان هي كانت بتتكلم على حقوق المرأة في الاسلامك context يعني. which year دكتور عايشة pass away. اتذكرت هنا ثواني نجيبها في 98. pass away 98. القطعة دي على الرغم من اسئلتها رزلة، على الرغم من ان هي كلامها رزل، ولكن الاسئلة بتاعتها حلوة جدا. اوكي تعالى بقى ننتقل من بعد الحوار ده كله على السؤال اللي بعده. he not the cinema but he stayed at home to study. يعني هو كان قادر يروح السينما بس هو قعد في البيت. كان قادر could have gone. ده مبني اوكي ده قديم ماشي حلو قوي. one reason for dams is to produce electricity. one reason for dams، واحد من أسباب اللي خلت السدود تبنى is produce electricity. ايه هي بقى؟ being built، مبني للمجهول زي الفل. Sarah made a suggestion space نصر objected. بص بقى يا صديقي عشان دي فيها لعبة. objected لو سريشت عنها objects عامة بتاخد object to، فهو جاب objected من غير to، فالمفروض نحط to هنا. فسارة made suggestion to which نصر objected. to which نصر objected. السؤال ده مهم جدا وغريب قوي. السؤال ده جديد استنى نعمل عليه علامة، علمك عليه بالهايلايت اهو خليك فاكره. to object to sorry which. اول مرة انت تشوف to which دي، اديك شفتها معاهم. we know what not the river كذا 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 get polluted، اللي خلى الريفر متلوث. فهي مش waste مش make، مينفعش make يبقى cause. what caused the river to. cause بيجي معاه to عادي جدا. I suggest that he not. خلي بالك بقى he انت هتقولي goes went اي حاجه لها ing لو في is هقولك هي go. ايه يا مستر ده هو انت بتستعبط؟ لا غريبة انك تلاقي he go مع بعض، ولكن في suggest that بعد الفاعل بيجي الفعل في المصدر. suggest بعد الفاعل بيجي الفعل في المصدر. لو مش مصدقني اسأل تشات جي بي تي هيقول لك بعد الفاعل بيجي الفعل في المصدر، فهيبقى go. I don't like not space to do. I don't like being told. ما بحبش ابقى مخبر، يعني ما بحبش حد يقول لي اعمل ايه. being told. okay I really admire this woman. She is always not. مفيش good dressed، مفيش good dressed بالطريقة دي تبقى well dressed. اعتقد واخدين دي في المنهج اصلا. can you tell me not now. بص بقى مش في كان what هنا مش سؤال، ما تقولش what is this او what is that، ده غلط. مش is دي جملة عادية. what time it is. what time it is عادي، لان في كان اصلا السؤال هو السؤال العلامة دي اهي هنا بتاعت السؤال ده. فكان you tell me حط جملة بس. can you tell me what. سيبك من what كان مش سؤال، كأنه مفيش ماذا دي what، وحط جملة عادي. time it is مش time is it. خلي بالك من النقطة دي. time it is time it is مش is it خالص. حلو قوي. تعال نشوف ال translate ونبقى خلصنا. بيقول لك responsible tourism entails making careful choices. انا مش عارف ايه that will not. انا مش عايز الكلام ده كله، انا بس عايز اركز ازاي هترجم لو انا مش عارف. اوكي هنا بيقول لك تنطوي السياحة المسؤولة، تنطوي السياحة المسؤولة او ينطوي على المسؤولية على السياحة المسؤولة كذا. بيقول لك responsible tourism entails making ينطوي على السياحة، ينطوي السياحة على كذا، مش تنطوي على السياحة كذا. فيبقى دول وبعدها بقى ايه؟ على فرض ولا اتخاذ فرض الخيارات ولا اتخاذ make choice يبقى اتخاذ مش فرض.
كده حذفنا 2. يبقى كده اتخاذ واتخاذ. متأنية متأنية تؤثر ولا تؤثر بالسلب. not affect لا تؤثر. زي الفل. يبقى دي. بص انا بحس ان انا بترجم ولا كأني مترجم فوري يعني. طيب تعالى دي. قد ثبت ان التأمل، ما تبصش على البتاع الاول. قد ثبت قد ثبت ولا قد ثبت ولا قد ثبت ماشي. ان التأمل ان الوساطة it has been proven that a meditation helps create كذا. meditation تأمل اصلا ملهاش علاقة بالوساطة. ايه اللي غير؟ فين الوساطة اهي؟ باي وساطة. باي وساطة. اضرب الوساطة بالجزمة. التأمل يساعد على تهيئة خلق بيئة عمل. خلق بيئة ما create stress free. مش خلق بيئة يعني. لا طب استنى سيبها. يحسن اسعار الانتاج. ايه اسعار الانتاجيه دي؟ مفيش حاجه اسمها اسعار الانتاجيه فافكس دي. اوكي. improve تحقيق. improve يحسن. يبقى مش تحقيق. بقت بي. شفت انا بحل ازاي؟ يعني شفت انا برضو انا ستيل في حاجات مش عارفها عادي بحل كأن الجمله انا برنس في الجمله قوي. طيب تعال. لقد يسرت التجاره الالكترونيه. ما سيبك مش مشكله. اي كوميرس اي ليرنينج اي كوميرس اي كوميرس. الاي ليرنينج التعلم مش تجاره الكترونيه. فاكس تعلم ده. باي باي. has made it easier for many بس انا بقارن ازاي people to buy and sell electricity او عاوز and sell ولا in trade. بيع وشراء. trade ده تداول. لا او التجارة عامة. لا يبقى اخر 2 buy and sell ايوه electronic ولا electricity. this is in turn saves time effort addition ماشي create كله زي بعضه. benefit ايوه that's benefit that fit يصب في صالح المستهلك اولا. فهتبقى benefit ليها علاقة بالصالح وبالحاجة الحلوة مش الفيت خالص. فهتبقى C. طب تعالى نبص في اللي بعدها. لابد ان نتعلم كيفية إدارة الوقت. ترتيب اولوياتك هي مش هتبقى دي اصلا. هي تبقى واحدة من التانيين. فكرة انهم مش محطوطين جنب بعض فخلينا ناخدهم كده. بس هي الإجابة هنا هتبقى سي بنفس الطريقة اللي جاوبنا بيها اللي فاتوا عشان بس البتاع مش معمول. طيب لحد الآن احنا كده خلصنا نموذج من نماذج الاسترشادية. خلينا ناخدهم معاك. احنا عملنا ايه؟ خدنا نموذج بتاع حنفيته بالايه حرفي مش عارف بكل حاجة فيه بكل تفاصيله. خدنا نموذج حوالي 8 صفحات خدناهم كلهم. جاوبنا حاجات في القطعتين وخدنا الجرامر والفوكبس اللي كان عليها اسئله وخدنا تشوز يعني. وكمان مش بس كده انا عملت لك ملخص للكلمات بتاعه الامتحان ده. هتلاقيه في الديسكريبشن تحت. هتلاقي قناه التليجرام يعني البوت بتاع التليجرام. خش تحت في الديسكريبشن هتلاقي اللينك بتاع التليجرام بوت. حط خش على البتاع اسال هتلاقيه بيبعت لك الملف سواء متشخبط عليه كده او مش متشخبط عليه. فاشوفكم باذن الله الحلقه الجايه. وما تنساش لو عجبك الفيديو اكتب لي في الكومنتس انه عجبك عشان نكمل باقي النماذج الاسترشاديه ونحلها سوا. بحبك. شكرا.